طلبة سنة رابعة ابتدائي، النهارده بإذن الله هناخد الدرس الأولاني في الوحدة 11 اللي هو بيقول كيف تعرض بياناتك. هنعرف احنا بنعرض البيانات ازاي. يلا بينا نشوف الدرس. احنا بنعرض البيانات يا اما بالأعمدة المفرد دي فبيكون اسمه تمثيل بياني بالأعمدة، يا اما هيكون في أعمدة تانية مزدوجة بيكون فيها عمودين جنب بعض. يبقى انا هنا في الدرس ده باخد تمثيل بياني بالأعمدة العادية اللي هو بيكون عمود واحد او أعمدة مزدوجة هنشوفها بعد شوية. تعالى كده نفهم هو عايز منين. بيقول لي اكمل تبعا للتمثيل البياني بالأعمدة الموضح. هو جايب لك تمثيل بياني بالأعمدة، جايب لك في الأفقي يعني المحور الأفقي اسم المادة، وهنا جايب لك عدد الطلاب بقى اللي بيفضلوها. يعني هو بيقول لك المادة المفضلة لمجموعة من الطلاب. هو جاب مجموعة من الطلاب وقعد سأل كلهم انت كم واحد بيحب اللغة العربية مثلا وكم واحد بيحب اللغة الإنجليزية على كل مادة عندي، وماشي هنا 0 2 4 6 8 10 يعني بيزود 2 طول ما هو طالع. الأعداد دايما بتلاقيها فوق على المحور الرأسي، والحاجة التانية اللي موجودة عندي بقى اللي هي سواء مادة أو أكلة مفضلة أو أي حاجة بتكون موجودة على المحور الأفقي. دايما تاخد بالك هو بيسألك هل بيسألك على عدد ولا بيسألك على حاجة تانية. فهنا بيقول لي المادة الأكثر تفضيلا لدى الطلاب هي المادة، يعني بيسأل على اسم المادة مش هيسألنا على العدد. أكثر تفضيلا هتلاقي العمود بتاعها أكبر عمود عندك. أكبر عمود هنا عند مين؟ الرياضيات. أيوة الرياضيات تكسب. الرياضيات أكتر تفضيلا لأن هنا أكبر عدد اللي هو 10 طلاب. لما سألوا الطلاب اللي سألوهم يعني كان أكبر عدد قال لهم بنحب الرياضيات لأن هنا 10 أهو. إحنا عرفنا إنهم 10 منين أهو. أنت وصلت طلعت من تحت كده مع العمود لحد فوق، نهاية العمود فوق اهوت لقيتها قصاد ال10. يبقى المادة الأكثر تفضيلا لدى الطلاب هو بيسألني عن مادة، فأنا هروح أكتب له الرياضيات. المادة هي الرياضيات. تمام. طب بعد كده بيقول لي ايه المادة التي يفضلها عدد 8 من الطلاب. تعالى كده عند 8. فين اللي هنا 8 اللي هي المادة اللي هنا بقى مادة الرسم بيفضلها 8 من الطلاب. يبقى هنقول له مادة هي الرسم. بعد كده بيقول لي المادتان اللتان يفضلهما نفس العدد من الطلاب. في مادتين نفس العدد من الطلاب، يعني في عمودين هتلاقيهم قد بعض. ده عمود اهو وده عمود اهو. ده 4 وده برضو 4. تمام. مادة ايه بقى؟ لغة انجليزية ودراسات. هو بيسألك طول الوقت هنا على مواد لسه ما سألكش على اعداد. يبقى اللغة الانجليزية والدراسات. هقول له اللغة الدراسات واللغة الانجليزية. دول اللي بيفضلوا نفس العدد من الطلاب، نفس العدد قد بعض. طيب بعد كده بيقول لي مادة الرياضيات يفضلها عدد كام من الطلاب. دي الرياضيات اهي لما طلعنا معاها لقينا بيفضلها كام؟ 10 طلاب. هقول له 10 من الطلاب. طيب بعد كده بيقول لي مادة اللغة العربية يفضلها عدد كام من الطلاب. بيسأل بقى على عدد. روح كده عند اللغة العربية كام طالب بيفضلها؟ 2. هقول له 2. ده كده السؤال الأولاني كان على التمثيل بياني بالأعمدة اللي هي العادية مش المزدوجة. تعالى هنا برضو بيقول لي طبعا للتمثيل بياني الموضح. هو جايب لك تمثيل بياني، جايب لك في المحور الافقي هنا ايام الاسبوع، وهنا في عدد اطفال. دايما تلاقي الاعداد في المحور الرأسي وتلاقي الحاجة التانية في المحور الافقي. ماشي 0 2 4 بيزود اتنينات طول ما هو طالع، ممكن يكون بيزود خمسات عشرات وحيد. طيب هنا بيقول دي ايام الاسبوع المفضلة لدى بعض الاطفال. بيسأل الاطفال ايه الايام المفضلة لديكم. هنا بيقول لي عدد الاطفال الذين يفضلون يوم الثلاثاء. بيسأل عن عدد يعني الاجابة هتكون بعدد. فين بقى يوم الثلاثاء؟ هنا اهو. عايز اعرف كام طالب بيحب يوم الثلاث اهو قصاد 8. فانا هقول له عددهم كام؟ 8. يبقى نختار الاختيار الرابع اللي هو 8 طلاب. بيقول لي عدد الاطفال الذين يفضلون يوم الجمعة. فين يوم الجمعة؟ يوم الجمعة اهو. كام طالب؟ 4. طلعنا نهاية العمود خالص لانهم عند 4، فنقول له كام طالب؟ 4 طلاب. بيقول اليوم بيسأل على اليوم يعني مش هنجاوب بعدد، هنجاوب بيوم. الاكثر تفضيلا لدى الاطفال هو. بنعرف منين اليوم الاكثر تفضيلا؟ تلاقي العمود بتاعه طويل واصل اطول واحد، فانت هتلاقي ان هو يوم الاثنين عموده طويل جدا اهو واصل ل 12 اهو اعلى حاجه في الاعداد اللي عندي. فهقول له يوم، وبسالنا على اليوم فهقول له يوم الاثنين. يوم الاثنين. ماشي. بعد كده بيقول لي اليومان اللذان يفضلهما نفس العدد من الاطفال هم. في يومين نفس العدد من ده لا ده قصير اقصر واحد. دول هنا اللي زي بعض اهو. ده يوم السبت له كام طالب بيحبوا 6. الاحد له كام طالب بيحبوا 6 برضو. فاليومين هم السبت والحد. يبقى السبت والاحد. هنختار فين هنا اهو الاحد والسبت. وقال السبت والحد عادي هي السبت والحد هي الاحد والسبت. طيب في سؤال تاني بيسأله. بيقول لي بقى؟ بيقول لي التمثيل البياني بايه هو المستخدم لتمثيل بيانات السابقه. تمثيل بياني بالاعمده. هو جايب لك في بيقول لي بالاعمده اهو. بالاعمده ماشي. في الاعمده المزدوجه لا، المزدوجه دي بيكون عمودين جنب بعض فمش ده. الصور لا ده مش تمثيل بياني بالصور. مخطط تمثيل بالنقاط لا ده لسه هناخده برضه. فالتمثيل البياني المستخدم هنا هو اسمه التمثيل البياني بالاعمده. نشوف السؤال اللي بعد كده.
بيقول لي الرسم البياني المقابل يوضح عدد الزوار الذين ذهبوا الى الاهرامات خلال 5 ايام متتاليه. راحوا الاهرامات 5 ايام ورا بعض. اكمل الجدول ثم اجب عن الاسئله. هو جايب لي تمثيل بياني بالاعمده، طبعا هنا ايام الاسبوع في الخط الافقي او المحور الافقي، وهنا كده فوق عدد الزوار ماشي 0 50 100 150، يعني بيزود 50، لازم يزود بانتظام بنفس العدد يعني. طيب هنا عايزنا املى له الجدول ده، هملاه من هنا. هو عايز يعرف عدد الزوار. عندك يوم الجمعه، فين يوم الجمعه؟ واصل ل 300 ايه زائر، هقول له 300. بعد كده يوم السبت ماشي بالترتيب، هو السبت اهو كام؟ 250. لو انت كملت كده هتلاقي ان السبت قصاد ال 250. تمام. الاحد اهو نهايته فوق هنا كده برضو عند ال 250. انت برضو عشان ما تغلطش ممكن بالقلم الرصاص كده وتلاقي ان الحد اهو عند ال 250. الاثنين نهايته هنا كده 150 زائر. اما الثلاثاء نهايته هنا كده لو كملت للاخر هتلاقيه لحد 200 زائر. ماشي. طيب بيقول لي ما اليوم الذي ذهب فيه اقل عدد من الزوار؟ شوف كده اقصر عمود فين؟ اهو يوم الاثنين راح فيه 150 زائر بس، حتى لو بصيت هنا هتلاقي يوم الاثنين. يبقى اليوم هو بيسالني على اليوم، فانا هجاوب له برضو بالايام، هقول له يوم الايه؟ الاثنين. بعد كده بيقول لي كم يزيد. كلمه كم يزيد معناها ان في طرح على طول، هتطرح حاجه من حاجه. بيقول لك كم يزيد عدد زوار يوم السبت عن زوار يوم الثلاثاء، يبقى انا هطرح اللي راحوا يوم الثلاث من اللي راحوا يوم السبت. كم يزيد؟ ما تقوليش يزيد يعني جمع، لا ده بيسالني الفرق. لما اقول لك انت معاك 20 واختك معاها 10، هقول لك كم يزيد اللي معاك عن اللي مع اختك، هتقول لي 20 ناقص 10 يعني باقي لي 10 هي اللي معايا. تمام. فلما نقول كم يزيد معناها ان في طرح عدد زوار يوم السبت عن عدد زوار يوم الثلاثاء. طب السبت كان كام يا جميل؟ السبت رايح ل 250، فانا هقول له 250 دول بتوع السبت ناقص، عشان كام يزيد هنا في طرح. الثلاثاء كام؟ الثلاثاء 200. 250 ناقص 200 هيديلنا كام؟ 50 زائر. اطرح انت براحتك رقم برقم عادي، انا طرحتها عادي. 250 ناقص 200 يبقى 50 زائر. بيقول لي في اي يومين تساوى فيه عدد الزوار؟ عندك يوم ايه وايه اللي تساوي عدد الزوار؟ عندك يومين اهم، ده هم اللي تساووا. لو انت مسحت كده هتلاقي ان انت عندك يومين 2 هم تساوي فيهم عدد الزوار، هنا وهنا النهايه كده 250 زائر، اللي هم يوم ايه؟ السبت والاحد. دول تساوي فيهم عدد الزوار، هم دول يومين الوحيدين اللي تساوي فيهم عدد الزوار. هقول له ايه؟ السبت والاحد. السبت والايه؟ والاحد. بعد كده بيقول لي ما الفرق. كلمه ما الفرق معناها ان في طرح على طول، معناها ان في ايه؟ طرح. ما الفرق؟ لما اقول لك انت معاك 100 جنيه واخوك معاه 50 جنيه، ما الفرق بين ما معاك ومع اخوك؟ هتقول لي 100 ناقص 50 صح؟ يبقى ما الفرق دي معناها طرح على طول. تمام. ما الفرق بين اكبر عدد واقل عدد من الزوار؟ لازم اعرف اكبر عدد موجود فين. اكبر عدد اللي هو 300 اللي هو يوم جمعه، خلاص اقول له 300 ده اكبر عدد، هطرح منه عشان بيقول لي ما الفرق. اقل عدد هلاقيه عند الاثنين اللي هو 150 اهو. ممكن تجيب من فوق برضو ماشي. هتطرح 0 ناقص 0 هو الصفر، 0 ده ناقص 5 مش نافع، هستلف من التلاتة 1 بقت دي 10 ودي 2، 10 ناقص 5 5 و2 ناقص 1 1، يبقى اقول له ايه؟ الفرق 150 ايه؟ زائر. نروح بقى على الاعمده المزدوجه. بيقول لي هنا هنا الاعمده المزدوجه، بص هنا وجاوب. بص لي على الاعمده المزدوجه دي وجاوب. جاوب لي الرياضه المفضله لمجموعه من الاولاد والبنات. الاعمده المزدوجه جايب لك اولاد وبنات. الاولاد عملهم باللون اللي هو اللبني او الازرق ده، والبنات باللون الاصفر. تمام. فهو بيقول لي لما يسالك عن عدد البنات هتروح تدور في الاصفرات، يسالك عن عدد الاولاد هتروح تدور في الازرقات. فبيقول لي كم عدد البنات اللاتي يفضلن رياضه السباحه؟ البنات يعني البنات اصفر. فين السباحه بقى؟ السباحه اهي. بص بقى على الاصفر، الاصفر اهوت عند 10، يبقى عدد البنات اللي بيفضلوا رياضه السباحه كام؟ 10. الاصفر بنات والازرق اولاد. هقول له عدد البنات كام؟ 10. 10 بنات. 10 بنات. ماشي. بيسالني هو على عدد البنات. بعد كده بيقول لي ما هو عدد الاولاد الذين يفضلون رياضه الباليه؟ فين الباليه؟ اهو. الاولاد اصفر ولا ازرق؟ ازرق. ازرق اهوت، يبقى عند ايه؟ الازرق ده الاولاد اهو، عند 2 ولدين بس اللي بيفضلوا رياضه الباليه. هنقول ايه؟ 2 من الاولاد. بعد كده بيقول لي ما هي الرياضه التي يفضلها اكثر منها عدد من الاولاد؟ الاولاد ازرق. اطول ازرق فين؟ اهو اللي هو عند رايحين 12 ولد بيفضلوا ايه؟ رياضه ايه بقى؟ كره السله. هقول له ايه؟ الرياضه اللي بيفضلها اكتر عدد من الاولاد هي ايه؟ كره السله. كره السله. بعد كده بيقول لي ما هي الرياضه التي يفضلها نفس العدد من الاولاد والبنات؟ نفس العدد من الاولاد والبنات، نفس العدد اهو، هتلاقيهم عند رياضه السباحه. هو دي الحاجه الوحيده
الرياضة الوحيدة اللي بيفضلها الولاد والبنات قد بعض بالظبط. هنا 10 بنات و10 أولاد بيفضلوا السباحة، يبقى الرياضة اللي بيفضلها نفس العدد من الأولاد والبنات هي السباحة. ماشي. نشوف بقى تاني مثال بعد كده، برضو جايب لي تمثيل بياني بالأعمدة المزدوجة، وبعدين عايزنا نجاوب. بيقول لي تبعا للتمثيل البياني بالأعمدة المزدوجة الموضحة. ده هنا جايب لك طلاب مرحلة إعدادية ومرحلة ثانوية بيحبوا أنواع معينة من الأكلات، ده نوع الطعام اللي بيفضلوه، وده عدد الطلاب. ماشي 0 5 10 15 ماشي بيزود 5، وهنا الأنواع الطعام تحت في الأفق اهو. بعد كده بيقول لي كم عدد الطلاب المرحلة الإعدادية اللي قاموا بالاستبيان. المرحله الاعداديه لونهم اصفر، كل اللي قاموا بالاستبيان يعني هتعد كل الاصفارات اللي موجوده عندك هنا. فهو كام واحد قاموا بالاستبيان في المرحله الاعداديه؟ قلنا الاعداديه ايه؟ اصفر. الاصفر ايه هنا؟ البيتزا كام؟ 5. هقول 5 زائد هنا الاصفر كام؟ 15 زائد 15 زائد الاصفر اللي هنا كام؟ الاصفر اللي هنا 20. جمع بقى 5 و15 يبقى 20. 20 و20 يبقوا 40. يبقى انا هقول له 40 طالب في المرحله الاعداديه قاموا بالاستبيان. الاعداديه الصفر، وانا عديت كل الطلاب بتوع الاصفر. بعد كده بيقول لي الطعام الاكثر تفضيلا لدى طلاب المرحله الثانويه. المرحله الثانويه لونها ازرق، اعلى اطول ازرق فين؟ اهو عند الخضروات. عند الايه؟ الخضروات. اطول ازرق 25 طالب في المرحله الثانويه قالوا انهم بيحبوا الخضروات. هو مش بيسالني عن عدد الطلاب، وبيقول لي الطعام الاكثر تفضيلا لدى المرحله الثانويه، فاعلى حاجه عنده الخضروات، يبقى احنا هنروح نختار لهم الايه؟ الخضروات. بعد كده بيقول لي عدد طلاب المرحله الاعداديه الذين يفضلون السمك. بيسالني عن عدد، يبقى هجيب له عدد. كم طالب؟ فين السمك؟ اهو الاعداديه ايه؟ لونهم اصفر. كم واحد هنا اصفر؟ عند 15. يبقى هقول له عدد طلاب المرحله الاعداديه اللي بيفضلوا السمك 15 طالب. بيقول لي الطعام الذي يفضله نفس العدد من طلاب المرحله الاعداديه والثانويه. هات لي كده الحاجه اللي فيها العمودين قد بعض. هلاقيه هنا عند السمك نفس العدد 15 في المرحله الاعداديه اللي هم بالاصفر، و15 من المرحله الثانويه اللي هم بالازرق بيفضلوا السمك. هو بيسالني الطعام اللي بيفضلوا نفس العدد، فانا هقول له السمك. ماشي. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي برضو عدد طلاب المرحله الثانويه الذين يفضلون البيتزا. هو كم طالب؟ فين البيتزا اهي؟ الثانويه اصفر ولا ازرق؟ ازرق. كم واحد في الازرق عند البيتزا؟ 10. فانا هقول له عدد طلاب المرحله الثانويه اللي بيحبوا البيتزا او بيفضلوها كام؟ 10. نشوف المثال اللي جاي. بيقول لي ايه بقى هنا؟ بيقول لي استخدم التمثيل البياني بالاعمده المزدوجه. ده مدخرات احمد واميره، الفلوس اللي احمد واميره محوشينها خلال 4 اشهر من السنه للاجابه على الاسئله التاليه. هم 4 شهور من السنه، كل واحد فيهم بيقول هو بيحوش كام. هم ماشيين 0 100 200 بيزود 100. احمد باللون الاصفر واميره باللون الازرق. ماشي. بيقول لي في اي شهر تساوت بهم مدخرات كل من احمد واميره معا. تعالى كده ده الشهر المتساوي اهو، شهر ابريل. احمد اصفر واميره ازرق، دول اتساووا هنا. هنقول له ايه؟ شهر ابريل. شهر ابريل هو اللي اتساوى فيه مدخرات كل من احمد واميره. بعد كده بيقول لي ما اجمالي. كلمه اجمالي بتدل ان في عمليه جمع. اجمالي ايه بقى؟ هنشوف هنجمع ايه. اجمالي عدد مدخرات احمد خلال 4 اشهر. هو بيسالش الا على احمد. خلال 4 شهور حوش كام احمد؟ احمد بالاصفر. تعالى بقى حط اللي بالاصفر كله. في شهر يناير حوش 100 جنيه، يبقى هقول له 100 زائد في شهر فبراير احمد اصفر حوش 300 جنيه. تمام. زائد في شهر مارس احمد حوش كام؟ 400 جنيه. تمام. زائد في شهر ابريل احمد حوش كام؟ 300 جنيه. جمع بقى اجمالي يعني في كل الشهور الاربعه حوش كام. طبعا كله احاد وعشرات 0 0. جمع بقى هنا في المئات 1 و3 4 و4 8 و3 يبقى 11. 1100 جنيه حوشهم خلال ال4 شهور. شطور يا احمد. تعالى بقى بيقول لك من صاحب اعلى ادخار خلال 4 اشهر. احنا عرفنا ان احمد حوش 1100 جنيه. عايزين نعرف اميره بقى هتحوش كام عشان نشوف مين فيهم الاعلى. اميره هات كده لونها ايه؟ الازرق اهو. هنشوف الازرق هنا 200. اميره حوشت 200 زائد ايه؟ اميره ازرق هنا كام؟ 500. شطوره يا اميره، في شهر حوشت في 500 كتير اهو. واميره برضو ازرق هنا 100. ماشي. زائد اميره برضو هنا كام؟ 300. نجمع ونشوف كله احاد وعشرات اصفار. احط في الاحاد والعشرات اصفار ونجمع في المئات. 2 و5 7 و1 8 و3 يبقى 11. ده برضو حوشت 1100 جنيه. مين صاحب اعلى ادخار فيهم؟ محدش. هما الاثنين حوشوا قد بعض، يبقى هما الاثنين. احنا عشان نتاكد تاني 200 و500 700 و100 يبقى 800 و300 يبقى 1100. وهنا 100 و300 400 و400 800 و300 يبقى 1100. يبقى احنا كده مظبوط. هما الاثنين حوشوا نفس الايه، مفيش حد فيهم اعلى من التاني. هنقول ايه؟
احمد واميرة لهما نفس المبلغ من الايه؟ من الادخار، نفس المبلغ من الادخار، يعني حوشوا نفس الفلوس زي بعض بالظبط. بعد كده بيقول لي كم تزيد. قلنا كم تزيد معناها ان في طرح، معناها ان في طرح. مدخرات اميرة خلال شهري فبراير ومارس عن مدخرات احمد خلال شهري يناير وابريل. تعالى كده شوف مدخرات اميرة في فبراير ومارس. مدخرات اميرة في فبراير ومارس هتساوي فبراير اميرة ايه؟ اصفر، هتبقى كام؟ ادي 300 ماشي، 300 زائد مارس اميرة الاصفر، اميرة الازرق، اميرة الازرق فبراير ومارس. اميرة في فبراير ازرق اهي كام؟ 500، اميرة 500 زائد ده فين؟ في فبراير، زائد مارس كام؟ 100. تمام، 500 و100 يبقوا 600 جنيه. تمام. طيب مدخرات احمد خلال شهري يناير وابريل. مدخرات احمد هقول له بتساوي يناير احمد لونه ايه؟ اصفر ب100 زائد ابريل، ابريل احمد حوش كام؟ اصفر اهو عند 300، يبقى كام؟ 100 و300 كام؟ 400 جنيه. 400 ايه؟ جنيه. هو بيقول لي كام تزيد بقى مدخرات اميرة خلال شهري فبراير ومارس عن احمد، يعني هقول له 600 ناقص 400. هقول له ايه؟ 600 ناقص 400، 600 ناقص 400 هيساوي 200 جنيه. يبقى اميرة حوشت اكتر ب 200 جنيه. تمام. طيب بيقول لي كام تزيد، يعني في طرح برضه. مدخرات احمد خلال شهري ابريل ومارس عن مدخرات اميرة خلال شهري مارس ويناير. احمد في ابريل ومارس حوش كام؟ احمد في ابريل ومارس، احمد اصفر في ابريل حوش 300 ومارس حوش 400، يبقى 300 و400 كام؟ 700. هقول 700 ناقص، عشان بقول احمد زايد يبقى هو هنطرح منه. اميرة خلال شهري مارس ويناير، اميرة لونها ازرق، مارس حوشت 100 ويناير 200، يبقوا كام؟ 100 و200 يبقى 300. هقول له 700 ناقص 300 اهو، صفرين ناقص صفرين حط، وبعدين 7 ناقص 3 يبقى 400 جنيه. يبقى احمد زايد عن اميرة في شهري ابريل ومارس عن عن اميرة بقى في مارس ويناير بكام؟ ب 400 جنيه. بكده احنا خلصنا شرح الدرس ده النهارده. خدنا التمثيل البياني بالاعمده العاديه اللي هي المفرد والاعمده المزدوجه. يا رب يكون سهل عليكم ويكون عاد بالنفع، والسلام عليكم ورحمه الله.